مساء الخير على حضراتكم. لسه مكملين معاكم من خلال بيت العيلة والفقرة الثانية. النهاردة هنتكلم عن موضوع من الموضوعات الغاية في أهمية، وبالإضافة إلى هو موضوع أيضا كمان شائك بالنسبة لأفراد الأسرة، بالنسبة أيضا للشخص المريض أو المصاب بهذا الداء أو بهذا المرض. بنتكلم عن الإدمان وتأثيره على الأسرة. لما بيصاب شخص بالإدمان من الأسرة الخاصة بيك، في الحقيقة مش هو فقط اللي بينضر، مش هو فقط اللي بيشعر بشيء من الخجل أو الانطواء أو الانعزال، لأن كتير جدا من الأشخاص اللي هم بيتعرضوا إلى هذا الأمر المجتمع بيرفض أن هو يتعامل معهم، بالإضافة إلى الآثار السلبية الكثيرة اللي بتقع على أفراد الأسرة. شعور بالإحباط، شعور بالخذلان، شعور ب الكسوف من مواجهة المجتمع ومن التعرض للمشكلة ومعالجة المشكلة. عايزين يخبوا الأمر بأي طريقة من الطرق. في الحقيقة إن هو مرض لابد ان هو يتم معالجته من خلال متخصص ومن خلال استشاري في هذا الامر، وفي خطوات للتعافي وللاسره ايضا ازاي ان هي تتعامل مع الشخص المدمن، ازاي ان هي تكتشف ان في شخص مدمن ضمن افراد الاسره. المعالجة والاحتواء والتعامل النفسي والعاطفي من جانب أفراد الأسرة بيكون ليه تأثير كبير جدا على العلاج. النهاردة مشرفنا في استوديو بيت العيلة رائد من رواد المجال في معالجة الإدمان واستشاري في علاج الإدمان، دكتور محمود صقر. مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير استاذ داليا. اهلا بيك معانا ومع كل متابعيك. اهلا بحضرتك، انا متشرف مع حضرتك. اهلا بيك. دكتور محمود، الادمان عاده ما اقدرش ان انا اتركها او اتخلى عنها. ادمان طبعا. هو ايه الادمان؟ ان انا الاعتياد على شيء صعب تبطيله، صعب الخروج منه، من قوسين التبطيل. ان انا حاجه مسكت فيا، اتحكمت فيا، فانا مش قادر اوقفها. اي حاجه بقى، مخدرات، مسكرات، ادمان قمار، ادمان مشتريات، ادمان اكل، ادمان عمليات تجميل زي الاحصاءات الكتير اللي في امريكا، ادمان كتير، حاجات كتير. الادمان نفسه او الماده اللي انا باخدها او كده في المخدرات لو استحوذت عليا فانا مش عارف ابطلها، فانا كده ادمنت. وده الفرق ما بين المدمن واليوزر المستخدم. فرق ان واحد بيستخدم حاجه، وفرق ان المخدرات هي اللي استخدمته، لو هنتكلم عن المخدرات فقط يعني. يعني اذا الادمان ليه صور وليه اشكال كثيره وليه اشكال متعدده. نقدر ان احنا نلخص الادمان ان هو تكرار الفعل او الاعتياد على امر معين. ما بقدرش ان انا اتخلى عنه، لان هو اللي بيخليني اشعر بشيء من السعاده او بشيء من الرضا او بثقه بالنفس اكتر وهكذا. قد يكون بقى مشتريات، قد يكون سوشيال ميديا، جيمز، ادمان مخدرات وهكذا. خلينا نخص الادمان في الامر وفي اللقاء النهارده عن ادمان المخدرات. تمام، وهي دي اللعنه الكبيره. لان طبعا يعني في عدد كبير جدا وفي شباب كتير جدا من الجنسين يعني بيكونوا معرضين مع الاسف لهذا الامر. الاول، هل الشخص المدمن ليه صفات معينه بتهيئه ان هو يكون مدمن؟ بمعنى النادي، القهوه، الاصدقاء. تمام. في عوامل كتير بتساعد او تؤدي الى الادمان. انا دايما بقول ان الادمان ده عدوى ممكن تتنقل من واحد للتاني. البيئة المحيط فيها الشخص ده او الولد الناشئ ده ممكن تؤدي الى ادمانه. احتكاكه ببعض الاشخاص اللي بيتعاطوا او المدمنين، واختصاره بعد كده عليهم، بيسيب اصدقائه الكويسين وبيختصر بس على المجموعه اتنين تلاته اللي هم بيتعاطوا دول بس، او صديق واحد بس، السوء او يعني رفقاء اللي السوء. بنسميه صديق السوء. في ناس بيبقى عندها استعداد
في استعداد وراثي، استعداد جيني، في عوامل اجتماعيه من ضمن ان الواحد يقع في فخ الادمان المخدرات، التفكك الاسري، الطلاق والمشاكل بين اب وام فادت الى مشاكل نفسيه، فالمشاكل النفسيه ادت الى تعاطي المخدرات. ودايما بقول ان في بعض المواد المخدره بتؤدي الى امراض نفسيه، وفي بعض الامراض النفسيه بتؤدي الى تعاطي المخدرات. ده بيحصل وبنشوفه على طول. يعني ممكن نتاج لوجود خلاف ما بين الأب والأم وإثارة المشاكل الدائمة أمام الأولاد، إن يحاول إن هو يهرب من هذا الأمر أو من هذا الواقع باللجوء إلى نوع معين من المخدرات عشان يخلق له حالة، يخلق له عالم افتراضي ايوه، يعيش فيه. ايوه، زي ما حضرتك كنت بتقولي ينسى، كده مش في عايز الاول، يفكر. النشوة والإحساس بالسعادة. فهو لما بياخد الحاجة دي تماشت معاه، ما في واحد ممكن ياخد حاجة ما تعجبوش، ما تتماشاش مع الكيمياء بتاعت جسمه، فيقول لك لا مش اخد منه، مش مجربها تاني. مش كده احنا دايما بنقول ما تجربش. واحد ياخد حاجة يحس بإحساس بنشوة بسعادة في الوقت طبعا اللي هو اخد فيه الحاجة دي، بعد كده بقى إحساس مؤقت. يخش في مشاكل. بعد كده هيخش هي في بس في مشاكل. الأول الفخ الكمين اللي بيحصل له. وطبعا هيعاني من مشاكل مرضيه كتيره ممكن تصل طبعا. الى يعني لا قدر الله الموت لو ما تمش يعني ان حد تدارك ولحقه او بالظبط. قدم المساعده ليه. بالظبط. طيب حضرتك قلت ان من ضمن المؤثرات او من ضمن الاسباب العامل الوراثي او الجيني. دي نقطه برضو مهمه، يعني بمعنى ان لو في الاسره اب مدمن ممكن الولد او البنت يطلعوا كذلك. ممكن جدا طبعا. وساعات بنواجه في العلاج عندنا ان ممكن يجي لي الاب والابن الاثنين بيتعاطوا، الاثنين مدمنين. وممكن يبقى اخد جينات من عمه، اخد جينات من جده، جد الجد، على حسب كل واحد. ممكن ياخدها من خاله على حسب الجينات الوراثيه بتاعته. ده موجود، والاب والابن ده بيحصل معانا كتير، بتبقى مشكله برضه، بالتاكيد. مشكله كبيره، لان انت يعني اولا لازم تفصليهم عن بعض في العلاج. وبعد ما يخلصوا لازم نقعد تقريبا سنة سنة ونص هما بعاد عن بعض برضو، زي الزوج والزوجة كده بيجي يتعالجوا برضو، بيحصل نفس العدوى ما بين في الزوج بعض والزوجة. الاحيان الزوج بيكون مدمن فبيحاول ان هو يعني يعلم الزوجه هذا بتحصل. الامر، وطبعا ده للأسف. بيكون للاسف يعني امر كارثي. اه. امر كارثي. طيب احنا كده دلوقتي عرفنا الاسباب يعني او المسببات اللي ممكن ان هي تخلي في وجود حاله من حالات الادمان. تمام. طيب الاعراض دكتور محمود، يعني لو في حد في البيت عندي، الزوج، الاب، الابن، البنت، خلينا برضو يعني الجنسين لان الامر وارد، اكتشفه ازاي كأم؟ الأعراض كلها دي هتبقى مشابهة تقريبا، يعني في كله، ولد بنت أم أب. أول حاجة بيبتدي قفل الشهية، بيبتدي الخسان، بيبتدي أكله يتغير خالص، لا ماليش نفس. فالأم هتاخد بالها مرة اتنين تلاتة 10، هتاخد بالها من الحتة دي. بعد كده عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي، حلاقة دقنه، لبسه ومظهره. تالت حاجة الأصدقاء، كان مع مجموعة معينة فبقى سابهم وراح زي ما كنا بنقول من شوية مع اتنين تلاتة من أصدقاء السوء، انضم عليهم. رابع حاجة بيخش في وحدة وانطوائية، كان بيقعد معاهم بيتغدى على السفرة، كان بيشوفوه بيقعد في وسطهم، يتفرجوا على التلفزيون، يروح معاهم زيارات عائلية، بطل. شوية هيبقى هم مثلا بيجيله خالته خاله عمه زيارات، هتلاقيه ما بيقعدش في وسطهم، ما بيخش لغرفته. بيميل الى اه. الانعزاليه والانطواء يعني اكثر الاوقات. اكتر ده بالاضافه طبعا الى فقدان الشهيه تماما. تماما. خامس حاجة بيبتدي بقى ايه، الفلوس تبتدي تنقص معاه كتير. طبعا مصروفه خلاص ما بيكفيهوش، ده طبعا. هنتكلم على حد ولد في البيت مش حد بيشتغل، يعني بياخد مصروفه من والده او كده، يبتدي ياخد مصروف فلوس مثلا الدروس يصرفها، مصاريف معينه، هنزل اشتري لبس يجيب حاجات قليله، بعد كده ممكن ما يجيبش حاجه خالص، ويبتدي الفلوس دي تتحول للمخدر ده بس.
نبتدي بعد ما يخلص حاجاته ما معهوش وحتى نبتدي مقتنياته حاجات ممكن يبيعها، تختفي من البيت. يخش على البيت. حاجات الام، حاجات الاب، مش كده. بعد ما يبقى لف عليهم كلهم محدش راضي يديله فلوس. خلصنا المرحله دي للاسوأ، واللي هو الاقتحام في القاع والدخول في قاع المخدرات. فيبتدي ينزل الشارع عايز يجيب الفلوس من الشارع، بعد ما يلف على ناس ويبتدي عايز يستلف من هنا ومن هنا، ويخبط ممكن على الجيران ويروح لخالته وعمه والاصدقاء، الدنيا بتتقفل فيبتدي يسرق من الشارع. وده بيحصل كتير. طبعا، لان هو يعني اه. وقع فريسه للادمان، او وصل بالتعبير او اه بالمصطلحات الخاصه بيكم الى قاع الادمان. بالظبط. فاحنا اول ما نشوف قفل الشهيه، خسان في الوش، شحوب تحت العين، عينين حمرا شويه، لسان تقيل شويه، كلام كتير شويه، تغيير الاصدقاء، اختلاف في المزاج والنوم والاكل، نبتدي ناخد بالنا. في الحاله دي ابتدي اسال واستشير بقى. واول حاجه المفروض اعملها ان اتكلم مع ابني، اتناقش معاه. اتكلم معاه، يعني ده تصرف صحيح. اه. لازم ان هو يقتنع الاول بالعلاج. ما اقتنعش في حل تاني، بس انا الاول هتكلم معاه واحاول اطلع منه اعتراف. لو طلع اعتراف وانا باخد حاجه مع الام او مع الاب او مع الاخ الاكبر او كده، نبتدي نتكلم معاه في مرحله العلاج. ان هو لو اعترف هيبتدي ايه، عنده احاسيس من جوه بالذنب وشفقه على الذات وحاجات كده، احاسيس سيئه. المرحله دي بيوصل ليها امتى دكتور؟ يعني في الغالب ان هو دايما بيكون عنده شيء من الكذب. هو مش جدا. مقتنع يعني باللوم وبالاتهامات اللي انت بتوجهها لي كأب او كأم، ان انا عندي خطأ في شخصيتي، او ان انا بدأت ان انا اخد حاجات من البيت، او حاجات امد ايدي على حاجات خاصة باخواتي. لا، مش مقتنع، انا ما عملتش كده. هو بيرفض. هم اساتذه في المراوغه والكذب، والكذب. كذب البوعي. انما امتى بقى هيوصل للمرحله اللي حضرتك قلتها دي؟ لان دي نقطه مهمه جدا، ان هو يكون عنده قناعه وعنده رغبه ان هو ياخد الخطوه ديت للعلاج. لان انا لو خدته ووديته لاخصائي او وديته في اي مكان يهتم بهذا الامر، ممكن ان هو يحاول ان هو يهرب. ده بيحصل. هو في الاول بيخلص الشهر العسل اللي احنا بنسميه شهر العسل، اللي هي النشوه الاولانيه بتاعه المخدر، اللي بياخدها بيحس بنشوه وسعاده معينه، وان هو يعني ايه، اقوى حد في الدنيا. اوكي. واحده 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 هو بيوصل لمرحله لا عارف يبطل ولا عارف يستمتع بالمخدرات. فبيجي في وقت معين كده خلاص، انا هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ هو انا هصحى كل يوم كل يوم لازم اجيب، وكل يوم لازم يبقى معايا في الحاجه نفس بتاعتي الدوامه. في نفس الدايره والدوامه ديت اللي ما بتخلص. لمجرد شعور بسعاده لحظي يعني. اه. وهو اخد مخدرات، يقول لك انا عايز ابطل وعايز ابطل بكره، وبكره ممكن يقول لك بكره خلاص انا هوقف. وهو مش اخد، لا عايز ياخد، يعني يصحى الصبح يلاقي نفسه تعبان وبيدور فيرجع على لنفس الدايره. المخدرات او المخدر اللي هو اعتاد عليه. ففي الوقت ده لو انا دخلت له وصدفه ان هو في المرحله دي، ممكن اجيب منه اعتراف، ممكن اتكلم معاه في تبطيل. طيب اتناقشت معاه مره واثنين وثلاثه، وفي مراوغه وفي كذب وفي عنف كمان في التعامل وتهكم في الكلام وكده، ابتدي بقى اشوف ناس متخصصه ممكن يجي ياخدوه من البيت، وده علاج بينجح. ماده 13. يعني لو هو مستمر، الوقت هنا مهم مع حضرتك دكتور. بمعنى ان هو لو يعني مدمن على مخدر معين، او طبعا. مدمر على شرب طبعا. مادة معينة، مستمر هنا يعني سنة اتنين تلاتة، ممكن يتم علاجه، ولا لو لحقته بدري بيكون افضل؟ الاكتشاف المبكر للادمان افضل حاجه طبعا. يعني لو بقاله شهرين ثلاثه 6 شهور لحقناه، الدنيا افضل بكتير. جسمانيا وعقليا ونفسيا وجسديا، كل ده هو الدنيا لسه واحده واحده، لسه ما جابش مرحله القاع الكامله. فطبعا كل ما هكتشفه مبكر كل ما افضل كان بكتير. العلاج افضل وهيجيب اه. نتيجة اكتر. انما معلش انا اسف، لا اتفضل. عشان ما تفوتناش، ممكن يجي لي حد بقاله 10 15 سنه بيتعاطى، ودي بتحصل، وبيجي لي 25 سنه كمان، بقاله 25 سنه وبيبقى سنه عدى ال 50، وممكن برضه بننجح معاه، بس بيتقفل عليه. بيتقفل عليه ماده 13 وبيتقفل عليه.
طيب يعني قبل ما ندخل في يعني خطة العلاج أو في استراتيجية العلاج اللي حضرتك يعني بتوضعها مع الفريق الطبي المتخصص في هذا الأمر، إيه الآثار الصحية والنفسية اللي بتنتج عن الإدمان وبتؤثر على المدمن؟ يعني هو بيصاب بأمراض يعني صحية أو أمراض عضوية؟ اه طبعا. يعني اقل حاجه ممكن يبقى جاي مصاب بيها تليف في الكبد، سي، وظائف الكلى تعبانه. لذلك اول ما بيخش لازم نعمل له تحاليل وفحوصات كامله عشان نشوف وظائف الكلى والكبد اخبارها ايه، في بعض الفيروسات. فطبعا بيبقى في عنده مشاكل كتير، حد ممكن يجيلك اتش اي في، ايدز يعني، اه عشان طبعا. الناس تبقى عارفه. اه. وده كتير سواء في الولاد او البنات. اه. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي بتبقى دلوقتي احنا بنعاني من حاجه كمان. كان الاول بيجي لك حد مدمن بنسميه كلاسيكي، اللي هو المدمن مخدرات بس. مجرد ما عملت له اعراض انسحاب ابتدى يفوق معاكي ويبقى تمام، وابتدي تشتغلي معاه. النهارده بسبب المواد المخلقه والمواد المستجدات اللي بتنزل علينا، اغلبيه الحالات بتيجي مزدوج ما بين نفسي وادمان. اه. فلازم ما نشتغل بقاش معاه. الشكل التقليدي او اللي حضرتك اشرت اليه اه. الكلاسيكي. اه. اه، اللي هو اه. كان معتاد على نوع معين اه. منتشر اه. معروف، لا ده من خلال الحاجات لخبطه المخلقة بقى. بقى الامر فيه يعني اه. صعوبة بنشتغل معاه اكثر. ادمان ونفسيه في نفس طبعا. الوقت. الدكتور النفسيه بيشتغل معاه، الادمان بيشتغل معاه، كلنا كفريق علاجي بنشتغل معاه، اخصائيه نفسيه واخصائيات اجتماعيين بيشتغلوا معاه. بتختلف هنا خطة العلاج على حسب يعني نوع الادمان. طبعا. يعني لو كان مدمن كحوليات، مدمن أقراص مخدرة، مدمن مادة مخدرة. بص حضرتك، بقى في بعض المواد المخدره زي الهيروين بيقعد مثلا في الجسم 72 ساعه. العيله بتاعت الترامادول، التامول والقصه دي تقعد في الجسم حوالي من اسبوعين لثلاثه، من 15 يوم ل 20 يوم. الحشيش والماريجوانا والبانجو والقصه دي بتقعد متوسط في الجسم 40 يوم، او من 35 ل 45 يوم على حسب ايه كفاءه الكبد والدهون اللي موجوده في الجسم وكده. فكل واحد بيختلف عن التاني، انما طريقه العلاج البرنامج نفسه اللي احنا بنستخدمه، احنا بنشغلهم برنامج واحد بس بعد ما يخلص كل واحد فتره اعراض انسحابه اللي هي الشق بتاخد قد إيه النفسي اللي أعراض في الاول. الانسحاب؟ المدة بتكون قد إيه دكتور محمود؟ بتختلف واحد عن التاني بس حسب يعني استعداده؟ حسب استعداده. ممكن واحد يجي يبقى رافض خالص، مش عايز يبطل، مش عايز يتغير، وعنده حاجه احنا بنسميها انكار، شايف ان المخدرات ما عملتوش اي مشاكل، وان هو ممكن يكمل حياته تاني بالمخدرات، وممكن على بلغتهم يهندلها، ان هو يقدر ياخد من غير اهله ما يعرفوا، ويقدر يدير شغله من غير ما حد يعرف، وياخد مره في الاسبوع. بس هو في حقيقة الأمر يعني هو إذا كان متزوج بتحدث حالات انفصال طبعا. وطلاق وتفكك اه. للأسرة بأكملها مم. نتيجة لإدمان أحد الأفراد. لو كان في وظيفة هو بيخسرها، لو بالظبط. كان في الدراسة هو ما بيقدرش إن هو يكمل. أنت بتتعامل إزاي مع الحالات ديت؟ هو عنده إنكار تام، هو بيجي أنا كويس، أنا زي الفل، أنا ما فيش أي حاجة. وبتبقى الدنيا خربانه عنده، بيبقى بالظبط. مراته طالبه اه، ما احنا الطلاق. اتفقنا في البداية إن المدمن شخص كذاب مراوغ عالي جدا في وبينكر. المراوغه اه. جدا وبينكر. بما ان حضرتك طبعا يعني من رواد يعني المجال في علاج الادمان، بتتعامل معاه ازاي؟ ايه الخريطه اللي بتحطها في البدايه عشان الاول اعراض الانسحاب؟ بتاخد وقت قد ايه؟ اعراض انسحاب اول حاجه بيشتغل معاه الشق الجزء الطبي، اكل وشرب ونوم وعلاج. ينام بميعاد، يصحى الصبح يفطر ياخد دواء، يتغدى ياخد دواء، بالليل يتعشى ياخد دواء، ينام. بتريح الجسم خالص وبتطرد السموم من الجسم، وبياخد دواء مكان السموم ديت بتطرد له السموم اسرع. علاج بقى لوجع الظهر، علاج للاشعرينه بتاعت لان هو بيبقى الجسم، حاسس الاسهال، القيء، بالم في الجسم او الام. تكسير. بعض انواع المخدرات بتبقى اعراض الانسحاب بتاعتها قويه جدا، بس برضو عشان الناس تطمن ان بقى في ادويه، كل مدى الادويه للافضل طبعا. يعني، وفي جديد. حقيقي. فدلوقتي الادويه بقت ممكن ما تحسوش باعراض انسحاب قويه. فاول حاجه بنعملها اعراض الانسحاب. اعراض الانسحاب.
خلاص. بعد في كده الوقت ده ممكن ان يعني حد من افراد الاسره يزوره، ولا بتبقى لا، ممنوعه الزياره؟ ممنوع، ده افضل حاجه. طبعا بتواجه مشاكل مع الاهالي. صحيح. لا ابني ما اقدرش، لازم لا، اشوفه. لازم يكونوا متفهمين للنقطه ديت يعني ويساعدوكم. لا لا لا، بتبقى في مشاكل كتير جدا، ولا عايز اشوفه كل يوم، ولازم اجي له كل يوم، واجيب له اكل كل يوم، واعمل له كل يوم. يا ستي ما ينفعش، انا لازم افصله على العالم الخارجي تماما. تمام، نقعد بقى نفهم في الاهل ونوعيهم. التوعيه الاهالي دي مهمه جدا. طبعا. بنخلص اعراض الانسحاب، بيبتدي بعد كده يفوق، يبتدي يشتغلوا مع الاخصائيين النفسيين. تمام. والدكاتره الاطباء النفسيين في نفس الوقت. وبعد كده يخشوا له المعالج. محتاجين نوضح للناس المعالج ده ايه وظيفته برضه في القصه احنا دي. كده بنمشي على جزئين. مم. جزء بيكون من خلال الادويه، تمام. وجزء اخر من خلال المعالج النفسي والجلسات تمام. الجماعيه. ساعات بيجي لنا حد يقول لك انا عايز اعمل اعراض انسحاب بس وامشي، انا هقعد اسبوع، انا عندي شغل، ما ينفعش. طب ده في مش ممكن ان هو ينتكس او يعني يرجع مره تانية؟ بيفضل رايح جاي، وده اللي انا ما بحبوش يعني. طب هو ليه بيقول انا عايز اعمل اعراض انسحاب بس؟ هو كده يعني ما هو تمش شايف انه ممكن كده يبطل. تعافيه او شفائه خلي بالكامل. خلي بال حضرتك انه ممكن يبقى جاي عشان خاطر ارضاء لزوجته، ارضاء لوالدته، ارضاء لوالده، انا هخش اهو هبطل اهو الدنيا هتبقى تمام وخلاص. وهو مش واخد باله من كميه الخسائر اللي هو ماشي فيها. خسائر في العمل زي ما حضرتك قلتي، خسائر في ممكن طلاق، ممكن يبقى خاطب واحده سابته، بيحب واحده سابته. صحيح. غير الخسائر بقى الماديه، معاه عربيه عمل بيها حادثه باعها، كذا حصل له حاجه. في ناس مشاكل كتير. تاثر ماديا، يعني هو اه، كان في وضع مالي معقول او يعني جيد، دمار، اصبح دمار، مم. دمار دمار. وخاصة بعض أنواع المخدرات بعينها بتعمل كده يعني. الانواع المنتشره حاليا يعني وطبعا حاجات كارثيه دي، دي تاثيرها بيكون ايه دكتور على المدمن؟ ويعني من اول جرعه او من اول مره بيحصل ادمان؟ هي في مشكلة. انت لو خد يعني لو حد خد مرة ما بيحصلوش إدمان. بس المشكلة إن عشان كده دايما بنقول ما تجربش، ما تجربش. ما حد عزم عليك بحاجة، قاعد في وسط أصدقاء اللي بنسميه أصدقاء، يعزم عليك، ما تاخدش حاجة. ليه؟ لأن هي ممكن تعجبه، تتماشى معاه، فعجبته خلاص، هو راح ايه ماسكة فيه. وخاصة لو كان عنده استعداد زي ما حضرتك استعداد. ذكرت كده اه. في البداية، ان في مشاكل في البيت عنده، مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع الأب او في والأم الشغل. بتحصل قدامه، مشاكل هو متعثر في الدراسة، مشاكل في الشغل، او مشاكل في الحياة أو عامة. مشاكل في الحياة عامة. مم. اه فتعجبه فيلاقي نفسه في سعادة تانية وفي حتة تانية. فيجي تاني يوم عايز يبقى في نفس النشوة نفس السعادة، فيقوم اخد تاني. قعد يومين ثلاثة ما خدش، رجع لاصحابه دول خد تالت. بعد كده اصحابه يقول له اشتري بقى، احنا عزمناك مرة يعني هو اتنين. في أول مرة بيبقى يعني ايه، زي عزومة كده، يعني علشان يخليه ان هو يدخل في ما الموضوع. يبقاش حد احسن من حد كمان، ويساعد معاهم في ان هم يجيبوا الحاجة دي ماديا يعني. المدمن بعد التعافي ممكن ينتكس، طبعا. وبيستمر التعافي لمدة طويلة طول العمر، ولا بتاخد مدة معينة زمنية وبعد كده بيبقى زي الفل وتمام ومفيش أي حاجة؟ طيب خلينا نوضح الحته دي للساده المشاهدين اتفضل. حضرتك يا استاذ داليا. مرض الادمان قابل للانتكاس وفي اي وقت، وملوش مده. خلاص. المدمن ده حد حامل للمرض، زي بالظبط حد عنده فيروس سي. ممكن ياخد ادويه وكده، بس ايه، حد عنده سكر فبيتعايش معاه مدى الحياه. طيب مريض السكر لو قعد سنة الدنيا ماشية كويس، ما بياكلش نشويات كتير، ما بياكلش سكريات كتير، محافظ على الدنيا كلها، وجا في يوم لخبط في السكر بتاعه، كل كذا وحل بكذا، بوظ الدنيا. هيحصل له ايه؟ ممكن يحصل له غيبوبة سكر، أكيد. والدنيا تبقى مش ظريفة ارتفاع معاه. مستويات ونسب السكر في وممكن الدم. يتوفى. مم. وارد يعني. صحيح. مريض الادمان كده. عشان كده بنقول دايما للناس لازم برنامج هو اللي بيحاصر المرض، بيتعلم شوية أدوات، بيتعرف على المرض بتاعه، يتعامل معاه ازاي. البرنامج بيستغرق قد ايه مدة؟ احنا هنا في مصر عاملينه تقريبا 6 شهور.
6 شهور. بره العلاج اكتر من سنه. بيتعافى؟ بيتعافى. اه. بيتعافى. ومدة التعافي بتستمر بعد كده قد ايه دكتور؟ لا لا لا. مدى الحياة؟ مدى الحياه. يعني ممكن ان هو ينتكس في اي لحظة. هي لحظه اللي هو ما خدش باله. مم. يعني بنيجي نقول له انت لازم تطبق عجزك على الاشياء والاماكن والاشخاص. انت ما ينفعش تيجي تقعد لي في وسط مجموعه من اصدقاء السوء اللي كنت عارفهم الاول، بتقعد معاهم وهم قاعدين بيتعاطوا. اه، يعني يبعد عن اي تواجد اه ممكن ان هو يخليه يرجع مرة تانية طبعا. للادمان. يعني الاصدقاء او الاصحاب اللي كان في فترة او اثناء ادمانه يعرفهم، ده ممنوع تماما ان هو خالص. يقابلهم او اه يتعامل معهم. اه. بيكون في مساعدة من جانب الاسرة هنا؟ الأسرة لازم تبقى في وعي. احنا بنعمل فاميلي ميتنج للأهالي. مم. لازم الأهالي تبقى عارفة بعد مرحلة العلاج الأولانية، بعد ما يخرج للشارع يتعاملوا معاه ازاي. ايه اللي يعني حضرتك بتهتم انك انت تقوله للعيله او للاسره من خلال الفاميلي ميتنج؟ يعني لما طول ما هو في المكان في امان. احنا بنسميه بيبقى في الحضانه، يعني ما بالظبط. فيش حاجه، قاعد في وسط مجموعه متعافيين ومعاه المعالجين بتوعه والاخصائيين والدنيا ايه في امان. لما بيخرج للشارع، وعشان كده ما بنخرجوش مره واحده، بننزله اجازات واحده واحده. اول مره 6 ساعات للبيت يتغدى معاهم وكده ويرجع. تاني مره بتطول شويه، يرجع بالليل. تالت مره بيبات. فالاجازات بتبقى لغايه لما نوصل نص الاسبوع في البيت، نص الاسبوع في الريكفري هاوس او بيت التعافي اللي هو ما قاعد فيه. بتكونش حضرتك قلقان يعني لو نزلته اجازه ان هو يتغدى او يقابل بنبقى اسرته بنطمن ان لهم. هو ما يرجعش ما ولا؟ بينزلش لوحده اول اجازتين. اه، ما بينزلش وانا لوحده. دلوقتي كمان بنزل 3 اجازات بصحبه مرافق معالج معايا، او مرافق. معالج. اه. بعض الحالات يعني ممكن من كل 10 من اللي احنا واثقين فيهم بننزلهم اجازات ممكن ينزل ما يرجعش. ده بيحصل، يعني كل ده وارد. بس عندي 9 الحمد لله ايه نزلوا البيت ورجعوا وقعدوا مع اهلهم واتبسطوا، واهلهم اتبسطوا واطمنوا عليه. بتبتدي الحياة بتتغير معاهم واحدة واحدة. نسبة الشفاء والتعافي من عشان الإدمان ومن المخدرات اللي حضرتك وصلت إليها من خلال العلاج، نقدر نقول قد إيه؟ يعني في بريقة أمل نقدر نطمن يعني الأهالي أو نطمن أي حد بيتابعنا دلوقتي وعنده حالة أو عنده قريب أو عنده أخ أو عنده أب أو عنده زوج أو زوجة مدمن؟ احنا الحمد لله عندنا نسبة التعافي. احنا عندنا ألوفات مبطلين، وبعضهم فتحوا اماكن وكده واشتغلوا في المجال وبنخليهم يدرسوا بعد ما يخلصوا وهكذا. بس للاسف في الفتره الاخيره دي بالمخدرات المخلقه اللي نازله علينا، يعني كل 10 بيخشوا لك ممكن يبطل منهم 4. مم. كنا الاول بنوصل ل7 و8 يبطلوا في وسط مجموعه. 7 و8 من 10. دلوقتي ممكن 4 من 10 للاسف. بس نتيجة دول بيبطلوا. للمخدرات اللي هي مخلقة من خلي مواد. بالك خلي بال حضرتك ان قبل البرنامج كان الدكاتره الكبار بدون ذكر اساميهم لما بيعالجوهم في العياده او يخشوا مستشفى اعراض انسحاب ويطلع يقول لك لو واحد بطل من 10 ده حاجه كويسه. اه، طب تمام. بس يبقى البرنامج يبقى يعني اعجاز وصلنا ليه. اه. صحيح. انما لا، البرنامج لا. لذلك كان في كده يعني معلومات او مفاهيم عند الناس مغلوطه، يقول لك المدمن ده ما بيبطلش. لكن ما حاليا بيشرب مع كتير. التطور العلمي والاساليب يعني المستحدثه الجديده في العلاج تمام. والخطه اللي حضرتك بتوضحها، بقى في تحسن وبقى في زياده في عمليه الشفاء بالنسبه للمدمن. مظبوط مظبوط. طيب، نظره المجتمع مع المتعافي حضرتك شايفها ازاي؟ وهل ممكن مثلا ان حد يكون اتعرض لادمان وتعافى يتقدم لاسره وتوافق عليه؟ اه طبعا بتوافق عليه. احنا عندنا مفاهيم مغلوطه وعشان كده دايما في اي برنامج او في اي مؤتمر بنادي بتكاتف الجمعيات الاهليه. الجمعيات الاهليه احنا عندنا الوفات جمعيات اهليه، ومش شغلتهم بس مقتصرة على الجواز والأكل والشرب في رمضان والحاجات دي. ده احنا في جمعيات ب50,000 و60,000 في جيزة أو القاهرة أو اسكندرية، بس مدينة واحدة. صحيح. فبتمنى، لان من ضمن شغل صندوق مكافحه الادمان والاحصائيات بتبقى مع وزاره التضامن الاجتماعي. يعني وزاره التضامن الاجتماعي اللي هي تحتها الجمعيات الاهليه. تمام. والصندوق مكافحه الادمان. طيب الجمعيات الاهليه دي المفروض تعمل توعيه للناس، تعمل توعيه للاهالي ويعرفوهم يعني ايه متعافي.
ويعرفوهم يتعاملوا ازاي مع المدمن. لان موضوع هو من سهل حقه، وبسيط. يعني هو يعني خلينا نقول ان هو مرض زي اي مرض، يعني بالظبط. ممكن هو يصيب الانسان، من حقه ان هو يندمج مره اخرى مع المجتمع انا ومع الاشخاص، وما يتمش لفظه، لان هو ممكن في حاله الرفض يرجع مره تانية. هقول لحضرتك معلومه باحصائيات من منظمه الصحه العالميه، المدمن اذكى من البني ادم الطبيعي 14 مره. ذكي جدا جدا، عشان كده تلاقيه بارع في التلاعب والمراوغه والكذب ويعرف يعمل هنا على يكذب على باباه ومامته، يعني بارع. لذلك يقول لك لو ما وقعش في قبضه مرض الادمان، لو تاجر يبقى من اشطر التجار، لو ظابط يبقى من اكفأ، يعني شاطر جدا. لانه بيتمتع بذكاء اه. عالي. آه، كان في بره، كان بيتكلم عليها الدكتور يحيى رخاوي الله يرحمه، في بره مؤسسات بياخدوا المتعافين بيشغلوهم معاهم. ليه؟ اذكياء. بيعمل احسن ما عنده، هو مبطل بيعمل احسن ما عنده عشان الشغل بتاعه ينجح. بيفني نفسه في الشغل، بيبذل مجهود غير عادي. وخاصة يعني متهيألي بيكون عنده مصداقية أكتر، أو قادر بالفعل على تحقيق نسب مرتفعة في علاج الحالات اللي هو بيكون معاها، لأن هو مر بالأمر ده، بالتجربه. أو مر بالتجربة ديت وشافها وشاف المعاناة يعني بالظبط. عايز على ارجع الطبيعة. لسؤال حضرتك عشان ما توهش منه. فالنهارده المتعافي ده لو شغال برنامج، هو فاضل له جناحات، فاضل له جناحات ويطير. ليه؟ اول حاجه بيشتغل عليها هو بيشتغل برنامج 12 خطوه. اول حاجه بنقول له الامانه والنيه والتفتح الذهني، التقبل، تتقبل نفسك وتتقبل مرضك وتتقبل الاخرين. تاني حاجه بنقول له لازم تطبق عجزك على كل الاشياء والاماكن والاشخاص والناس اللي كنت عرفتها زمان. اركن كل الكلام ده وشيل القطنه بقى من ودنك، حطها في بقك، اسمع بس. تاني حاجة بيبتدي يعمل علاقة مع ربنا ويعرف يعني ايه قوة أعظم، ويفتح على ناس تانية خالص وأصدقاء جداد في الخطوة التانية. خطوة تالتة بيبتدي يعمل علاقة مع ربنا ويعرف إن في حاجة اسمها قوة عظمى، والإرادة الإلهية والإرادة الذاتية. لأن في ناس بتيجي ما عندهاش علاقة مع ربنا أيا كان ديانته، طبعا. حتى لو إيه. فبيبتدي كده، بيجي خطوة رابعة بيكتب المواقف، كل المواقف اللي حصلت معاه من الصغر، من سن 6 سنين و7 سنين لغاية ما وصل، حتى وصل 50 سنة ولا أكتر. بنبتدي يقعد معاه المعالج بتاعه في خطوة 6، يفتح معاه العيوب الشخصية ديت ويعرفه يعني ايه عيوب شخصية، ويطلع له سلة من العيوب. 45 عيب، 48 عيب، يبتدي يشتغل عليهم في الخطوة السابعة والستة. يبتدي يتواضع مع العيوب دي، ويتواضع مع الناس الآخرين اللي قدامه. لو ممكن يسمع شتمته في الشارع يمشي، ما يعملش مشكلة. ده انت اللي يعني شغال هنا برنامج بجد. عملت له عملية ترويض للنفس. اه. هدوء مع النفس تام. يطلع في خطوة تامنة يكتب قايمة بالأسامي الناس اللي أذاهم، وفي خطوة 9 بيعوض الناس دي كل اللي أذاهم في حياته. أب، أم، أخت، راجل ما يعرفوش، صاحب سوبر ماركت، أي حاجة بيبتدي ان هو بيعوضهم. يعني يجي خطوة يصلح 10 سريعا كده، العلاقات السيئة. يعمل ريفليكشن لنفسه كل يوم، بيراجع مع نفسه يشوف النهارده عمل ايه، ضايق مين، اذى مين، هكذا. خطوة 11 تأملات، ويتأمل في كل حاجة في العالم، في الكون كله ربنا خلقه. خطوة 12 بينقل الرسالة بقى تاني. ده البرنامج اللي هو بيشتغله. لو شغال البرنامج ده صح، فانت بتتكلمي مع هنضمن حد نسبة يعني جميل يعني. النجاح 100%. معلش انا طولت في لا خالص، العفو، الجزء لا ده. ده حضرتك شرفتنا، ده انا وبعدين احنا مش، سعداء بوجود حضرتك انا اسعد بحضرتك. ومهتمين ان احنا نسمع ونعرف. دكتور محمود صقر، استشاري في علاج الادمان ورائد في مجال علاج الادمان، بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا استاذ داليا، على ميرسي جدا. وجودك معانا النهارده في بيت انا العيله، اللي متشكر على شرفتنا الحوار دكتور. ده، متشكر جدا الف شكر لحضرتك، لحضرتك. متشكر. بشكركم على طيب المتابعة. يا رب ان احنا نكون النهاردة قدرنا ان احنا نفيد حضراتكم ونوصل لكم المعلومة بشكل علمي وبشكل بسيط وبشكل سلس، وربنا يحفظ كل أفراد الأسرة إن شاء الله. نشوفكم على خير وفقرات جديدة من خلال بيت العيلة.